ذكروا فيما رووا أن رجلا حج معه شاب، فقال الكهل الشيخ الكبير قال لبيك اللهم لبيك لما وضع قدمه في الركاب، فإذا بمناد ينادي ولا يرى، لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب للشيخ أما سمعت يا عماه هذا الصوت؟ قال بلى، أنا منذ 40 سنة كلما وضعت قدمي في الركاب وقلت لبيك اللهم لبيك يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب للشيخ ومع هذا تحج يا عماه؟ قال أي بني أين المخرج؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. يعني أين أذهب؟ حتى إذا صدك الله لم يقبلك الله ردك الله. هل يوجد أحد يلتجأ إليه إلا الله؟ لا يوجد. لا ملجأ من الله ولا منجأ إلا إليه. ومن خاف من شيء فر منه، ومن خاف من الله فر إليه. فالله قال لأم موسى فإذا خفت عليه، العقل يقول فإذا خفت عليه ضميه إلى صدرك، ضعيف في صندوق مغلق داخل الدار، لكن الله قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لما؟ لأنه إن كان في اليم أو كان في الدار فهو في حفظ الواحد القهار، وما دام هو في حفظ الواحد القهار فاليم والدار سواء، لا فرق بينهما البتة، ما دام الله جل وعلا سيحفظه. وإن كان الله جل وعلا لن يحفظه فما الدار وحجر أمه واليم والموت إلا سواه، فلا مفر.